إن من استطاع القيام معتمدا أو مستندا وجب عليه القيام معتمدا أو مستندا. من كان لا يستطيع القيام إلا معتمدا على عصا أو مستندا على جدار يقولون يجب عليه أن يعتمد على عصا أو أن يستند على جدار. أقول هذا لما؟ لأن كثيرا من المسلمين، وهذه ملاحظة في السنوات الأخيرة جدا، أصبحوا يتهاونون في الصلاة على الكراسي، وهذا خطير جدا، لأنه ترك لركن بل لأركان من الصلاة. بل بعض الناس يزداد جهلا فتجده يدخل المسجد ماشيا على قدميه، ثم إذا كبر تكبيرة الإحرام كبرها وهو جالس، فنقول إن تكبيرة الإحرام في حقك لم تنعقد، لأن من شرط تكبيرة الإحرام القيام، وقوموا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وإذا فجائية فتدل على أنها أول أعمال الصلاة، فهي شرط في تكبيرة الإحرام. فلذا انتبه واحتط في مسألة القيام وعدم التساهل في الجلوس، إلا إذا وجد عذر، وقد ذكرت لك الأعذار وصفة المرض الأربع وغيرها من الأعذار التي ذكرها العلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه.